بتحداك تفرجينا شو تغير بهالسنة بحمص؟ ايه ما تغير شيء. اوكي يلا. وهيك بلش الفيديو ال 24 من تحدي جرب مكان او اكله او عاده سوريه، ويلي ما بيعرف بلش بسلسله 100 فيديو، اذا ما وصلت لنص مليون متابع راح احذف كل شيء بالحساب، لهيك تابعوني لانه اليوم عندي 307,000. اول شيء تغير انه جامع سيدنا خالد بن الوليد رجع ترمم من جديد، ورجعت العالم تقعد هون مثل ايام زمان، ورجع الصلاه فيه قائمه كل يوم جمعه باعداد هائله. ثاني شيء تغير يلي هي الكهرباء، صار بحمص كل شارع فيه اكثر من عمود كهرباء ينير الشوارع، وبنفس الوقت الكهرباء صارت تجي 2.5 ساعة، قبل كانت تجي نص ساعة بس. وثالث خطوة صارت يلي هي العالم بلشت ترجع على بيوتها، وبلشت مشاريع إعادة الأعمار تبلش، وما أظن في أهم من هاي الخطوة صارت بحمص يلي هي العالم ترجع على بيوتها وتظبط محلاتها لترجع الحركة الاقتصادية على حمص، وصار فينا نتعامل بالدولار بدون ما نخاف ونروح لتحت سابع أرض، وبلشوا يركبوا كاميرات مراقبة بشوارع حمص كرمال يصير أمان أكثر وما عاد تصير في سرقات، ما عاد في داعي تدرس لحتى تأجل من الجيش، هلا صار لازم تدرس لحتى تطور البلد. بالنهاية اللي حابب أخبركم إياه انه انتهت الحقبة السوداء واشرقت وجه البلاد، وهلا اكتبوا لي بالتعليقات شو بتكون التحدي الجاي.